أهلا ومرحبا. محتاجين نذاكر كتير. يعني الفاينل على مشارف البيت الفترة دي بتحس إن يا ضغط أوي. يعني في حاجات كتير لازم تعملها، حاجات كتير لازم تخلصها، بس في نفس الوقت لو أخلصها ليه هستفيد إيه؟ فاهم؟ أنا بعمل ده كله ليه أصلا؟ ففي الوقت ده بتلاقي في أسباب كتير يعني تخليك تكمل، وفي أسباب كتير تخليك ما تعملش حاجة. بس الأسباب اللي تخليك تكمل الأسباب اللي تخليك تعمل حاجات أكتر من كده بكتير، وتعصر على نفسك كيلو ليمون، وتعصر على نفسك في المذاكرة وفي الشغل اللي أنت بتشتغله وفي أيا كان الحاجة اللي أنت بتعملها. بتلاقي إن الأسباب دي أصلا هي أقرب حاجة ليك، وأقرب الحاجات ليك عموما هي الأسباب اللي تخليك تكمل. يعني إيه، ثقة أقرب شخص ليك مخليك تكمل، يعني إن هو حاطط ثقته فيك ولا لازم تنجح. يعني لو مش عايز تنجح أنت يا عم انجح علشان أنا، فاهم؟ عشان أنا عايز أشوفك ناجح وعشان أنا عايزك تنجح. الحاجة دي تخليك تكمل. الشخص اللي هيجي على ساعات نوم وهيجي على تضييع وقت وهيجي على فيسبوكه وتويتره وواتسابه وصاحبه وساعتين البلاي ستيشن بتوع يوم الخميس والحجز الكوره بتاع الجمعه واللي فاهم، هو ده اللي ان شاء الله ربنا يكرمه. ويعني ما تفتكرش ان في حد بيعمل حاجه في الحياه وهو مش مطلوب. يعني واجب عليك إن أنت تعمل اللي عليك وزيادة. يعني واجب عليك السعي، واجب عليك إن أنت تعصر على نفسك شوال ليمون مش كيلو ليمون أصلا. ده واجب عليك يعني دينيا قبل ما يكون دنيويا أصلا. أنت لازم تعمل اللي عليك عشان ربنا يجازيك. لازم تعمل اللي عليك عشان ربنا مديك نعمة، فأنت لازم تستغل النعمة دي. ربنا مديك نعمة وقت، ربنا مديك نعمة إن أنت قادر تشتغل، ربنا مديك نعمة إن عندك حاجة أصلا تعملها. يعني كلنا عارفين إن الفراغ حاجة وحشة وحاجة معفنة وحاجة مؤذية جدا. يعني ربنا مديك نعمة إن أنت مشغول وفي حاجة تتشغل بيها، فلازم تستغل النعمة دي في حاجة كويسة وتستغلها وتعمل اللي عليك. فده واجب عليك أصلا، يعني دنيويا قبل ما يكون دينيا. لا بالعكس، دينيا قبل ما يكون دنيويا. يعني ناخد سايكل مذاكرة كده وننزل نتمرن إن شاء الله، وبعدين نيجي نكمل. اوعى تفتكر ان ابوك وهو نازل الشغل بيبقى مبسوط وفرحان رايح يشتغل. هو لو علينا عاوز يروح الشغل ولا كده وعاوز يروح في البيت، بس هو يروح عشان ايه؟ شايف فيك امل وحياه. وافتكر ان الحاجه وهي نازله رايحه الشغل او رايحه تشوف شغلها بتبقى مبسوطه او فرحانه انها او بتبقى قادره او بتبقى نايمه كويس. بتروح عشان كده. هي عندها مسؤوليات في الحياه. الدافع الاساسي وراء اي حاجه بنعملها في الحياه شعورنا بالمسؤوليه تجاهها. الشغف ده تسيبه هناك عند الحاجه والدتك. الشغف ده تقلعه كده وترميه بره كل الكل. اللي هيفضل محرك دايما الشغف مش هيعمل حاجه في حياته. خدنا جلسة مذاكرة الحمد لله، يعني ونازلين نتمرن. شاهد من الأمر يعني اللي احنا مركبينه ده عمره ما هيتلم في يوم خالص يعني، ولا إن شاء الله نعرف نلمه في أسبوع أسبوعين ولا حاجة. أنا مش عارف بصراحة، بس إن شاء الله نقدر نلمه يعني في الأسبوع أو الأسبوعين اللي فاضلين قبل الامتحانات ده. شاهد من الأمر يعني في أسباب كتير هتخليك تكمل، في أسباب كتير تخليك تعمل مليون في المية من اللي أنت بتعمله، أو مليون في المية من اللي أنت تحتاج تعمله أصلا. من بعض الأسباب عايز أقول حاجة، يعني مش عارف، بس محاولة تستحق. يعني محاولة إن أنت تحسن من نفسك، محاولة إن أنت تعمل اللي عليك، محاولة إن أنت تحسن من يومك وتحسن من إنتاجيتك. يعني ده كله يستحق. محاولة إن أنت تحسن من علاقتك مع ربنا، ده بيستحق. يعني كلمة قالها لي شخص ما تنساش إنها كلمة قالها لي شخص ما عزيز عليا يعني ما تنساش إن نفسي تبقى حاجة، ما تنساش إن نفسي أشوفك ناجح، ما تنساش كلامك. أنا مش هسيبك تفشل، مش هسيبك الدنيا ما تظبطش معاك، مش هسيبك فاهم. أنا شايفك إنسان طموح وشايفك إنسان كويس، فتعمل اللي عليك. سلام مني أنا برضو، أنا شايفك إنسان طموح. طالما أنت بتحاول، طالما أنت عايز تطور من نفسك، طالما أنت عايز تعمل اللي عليك وبتحاول تجاهد نفسك، فأنا شايفك إنسان طموح وشايفك إنسان كويس. بالتوفيق إن شاء الله وبس.
كفاية أوي كده يعني بصراحة. هننزل نتمرن ونرجع نكمل إن شاء الله. سلام.